اجتماعيهم وادهم والتشنوي وقيل كاين في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الذي اعطى لهذا الملف واحد الحجم كبير. مع ان عندي رضا البوزيدي اللي هو في مذكور في المحضر، الذي هو ازير هو وبسمه فريحي. ملف عادي، ملف كشأنه فيه متابعات ديال السب والشتم وتشهير واهانه الضابطه القضائيه. فعلا حنا جينا نأجروا غنسجلوا النيابه وغادي ناخذوا اجل لاعداد الدفاع. هي عاديه، ولكن كان الاستثناء لانه هو على ما يروج خرج واحد الفيديو قد قام بواحد السبه في حق المحامون. ولكن عندما اطلعت على راجعت الفيديوهات التي يعتذر فيها انه كان كلاما عارضا لا يقصد به اي شخص وليس له اي شكايه مباشره مع اي شخص او اي محامي او المهنه، اقتنعت وراجعت النصوص القانونيه ان لكل شخص الحق في الدفاع بناء على المواثيق الدوليه وبناء على حقوق الدستور وبناء على لكل شخص حق في المحاكمه العادله، وبناء على انه تشبت هو بانه يؤازر بمحامي في الجلسات الاولى. وكذلك المحكمه امهلته لكي يتمكن من الدفاع ولازاله حتى هذا يعني ذاك الشنآن حول ما بين او التقزز الذي احسسنا به حتى انا من الاول انه نحس ان المهنه تغيير في العالم كامل، وليس تغيير حتى في العالم كامل وليس في الدول العربيه كما يدعي او في. لهذه الاسباب قررت ان اؤازره ورد فعل اي حرج. استشرت مع المؤسسه ديالنا هي في شخص السيد النقيب، ووجدته كذلك متشبعا بروح القانون، وانه قال لي سمعنا بالحرف انه اذا لم كنت تؤازر او ترفض فانه راه من حقه يتمتع بالمساعده القضائيه. اذا بما انهم دقوا بابي لعده مرات قررت ان اؤازره. هذا الملف شان جميع الملفات بسيط، والهاله التي ياخذها هو بكونه راكم تعرفوا انه يوتيوبرز وعنده واحد الشهره. اما الملف شأنه جميع نتناول الاهانه، وبالخصوص كما هذه المتابعه كانت بكثره اثناء كورونا. السب والشتم مرات يروج كثير انها ملفات مثل هذه الملفات ديال السب والشتم والتشهير. اذا هذه اللي ذكرت لك، كاين الفصل 449 و 447 ديال التشهير و449 من حيث السب والشتم، و 263 اهانه موظف عمومي. الان وما زال ليس لي هناك اي اطلاع كثير حول الملف او تعمق فيه، لانه لاول جلسه ووضعت نيابتي في هذا الملف.